حاول على فرص من عمر واحداث المباراه، ولكن منتخب اوغندا كان منظم دفاعيا زياده عن اللزوم. وادي الكره من حسني عبد ربه، احمد علي بيستلم بيحاول يعدي جده مع الكره، جده 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 فوق النجاه منتخب مصر. محمد ناجي جده بيسجل هدف قاسي، هدف قاسي من جده، ومحمد ناجي جده بيسجل هدف. هو طوق النجاة. بقول لكم مين هيبقى طوق النجاة؟ محمد ناجي جده هو اللي بيسجل الهدف لمنتخب مصر. يفرح منتخب مصر بعد مباراة كانت شاقة، بعد مباراة كانت صعبة، لكن جده اهيا احمد علي وادي جده بقى. يا ولد يا ولد يا ولد. واخيرا بقى منتخب مصر الهدوء مطلوب، والهدوء مطلوب، والحد عند جده يتكلم محمد ناجي جده.